السلام عليكم، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله جيتكم بحاجة حلوة، ربي يحل أياماتكم كامل. كما راكم تشوفوا وصفتنا لليوم قطايف، درتها لكم بشكلين: خبزة قطايف وميني قطايف فردية. راح نمد لكم السر باش يبقاو لكم مقرمشين لمدة أطول ويجوكم معسلين للقلب. ما شاء الله يجوا بزاف بنان. تحضروهم سهرتكم رمضانية ولا كي يجوكم ضياف، ولا تاني كي تجوا رايحين ضيف ولا معروضين تدوها معكم ما شاء الله وتحملكم وجهكم. ما نطولش عليكم ونبداو في طريقة التحضير. نبداو بسم الله على بركة الله. أول حاجة هنايا خديت 250 غرام قطايف اللي هي كنافة. أنا شريت 500 غرام، وزنتها 250 غرام. شوفوا كيفاش تجي. فوالا انا كنت نحيتها من الباكي تاعها وحطيتها في الساشي وغلقت عليها هكذا باش ما تنشفليش. بالنسبه للقطايف تقدروا تقطعوهم بالمقص ولا ترحوهم في الاشواق. انا رحيتهم في الاشواق باش يجوني رقاق ونقدر نستعملها، ولا تقطعوها بالمقص رقيقه كامل ولا بالموس كيما حبيتوا. من بعد هنايا زدت لها مغرفه كبيره ما تكونش معمره مليح تاع السكر غلاس، ومغرفه صغيره لافاني راح تمد لها تحميره، والسكر باش ما تجيكم صامته القطايف ديالكم. نخلطهم بيان حتى يمتزجوا. بهذه الطريقه خلطوا بيان حتى يتخلط مليح هذاك السكر مع القطايف. والان ضفت لها 2 مغارف كبار تاع الزيت هو السر اللي يخلي القطايف تاعكم يبقاو مقرمشين مده اطول. وهنايا كنت ذوبت 125 غرام مزيج بين السمن والزبده. درت مزيج بين السمن والزبده 125 غرام. كنت خليت كميه، فرغت كميه في فوق القطايف، والكميه هذيك اللي بقات لي راح نديروها من الفوق. من بعد هنا من الاحسن استعملوا يديكم. راح نخلط بيدي. حاولوا تخلطوا بيان هذاك اليدام ولا الدهان مع القطايف تاعكم. لازم يتشمخوا بيان بالدهان باش يجوكم بنان ومقرمشين. فوالا هنا خذوا وقتكم حتى تشوفوا القطايف تاعكم تشمخوا بيان بهذاك الدهان بهذه الطريقه. وهاد الكميه 250 غرام قطايف راح تجيكم ما شاء الله، يعني راح تكفيكم. فوالا بهذه الطريقه حتى تشوفوها القطايف تاعكم خدات كامل كميه الدهان. من بعد هنا خديت سنيوه تاعي ولا المول الصغيور، القطر ديالو 18 سنتيمتر. نتوما تقدروا تروحوا تستعملوا حتى مول يكون القطر ديالو 20 سنتيمتر. كنت دهنته بسمن، دهنته بيان، ونحط عليه كميه من القطايف بهذه الطريقه. ونبدا نضغط مع الول، نضغط بيدي كما راكم تشوفوا. من بعد تبداو تزيدوا في القطايف وين تصيبوها ناقصه بهذه الطريقه، وتضغطوا بيدكم وتطلعوا شويه في الجوانب. من بعد تاخذوا فنجان ولا اي حاجه وتبداو تضغطوا بيان باش يجيكم الشكل تاع القطايف تاعكم، يجيكم شكل مليح والقطايف تكون حاكمه روحها. بالنسبه للحشو كنت خديت كميه من الكاوكاو اللي كنت حمصته ورحيته. ما رحيته خشين بزاف، ما رحيته رقيق. تحبوا تستعملوا لوز تاني حمصوه، لكم الاختيار. انا بالنسبه للكاوكاو ما زدتو حتى حاجه، لا سكر لا حتى حاجه. كاين يديروا العقده، كاين يديروا السكر. انا ما حبيتش ندير له كامل السكر هكذا باش تجيني معتدله في الحلاوه، لانه من بعد راح نشربوها بالعسل. وفي هذه المرحله تقدروا تزيدوا كميه من شوكولا طاختيني، ديروا خطوط من الشوكولا. لكم الاختيار. انا حبيتها سامبل، وانتم تحبوا ديروا خطوط من الشوكولا ديروا عادي. من بعد نديروا الطبقه الثانيه تاع القطايف وتبداو تزيدوها من الفوق بالعقل، وراكم تضغطوا. حاولوا تغطوا كامل هذاك الحشو ديالكم. من بعد تاخذوا نفس الكاس ولا فنجان وتضغطوا بيان. لازم تضغطوا بيان باش يجي الشكل ديالها مستوي وتجيكم شاده روحها الخبزات ديالكم كيما راه موضح في الفيديو. قلتلكم في الحشو لكم الاختيار. تحبوا ديروا لوز وجوز، ليسونسيال واش عندكم في الدار ديروا. من بعد كميه السمن اللي كنا خليناها من قبل نرشها من الفوق بهذه الطريقه هكذا باش تتحمر لنا مليح خبزة القطايف. فوالا تحاولوا توزعوها كامل.
ونخليها بجهه. بالنسبه لكميه القطايف اللي بقات لي راح نديرها ميني قطايف ولا قطايف فرديه. انا استعملت هاد ليمون، نتوما استعملوا اي ليمون عندكم تحبوا تستعملوا هادوما، ولا اللي يديروا فيهم لي طارت دو فروي هادوك اللي يجوا مدورين. ليسونسيال تاخذوا لو مول ديالكم تدهنوه بالسمن ولا بالزبده كيما حبيتو، دهنه خفيفه. فوالا من بعد تبداو تعمروا في القطايف ديالكم. هنا تضغطوا بيان في القاعده، حاولوا تغطوا بيان القاعده ديالكم. فوالا كيما راه واضح في لا فيديو. نتوما اذا ما توفرش عندكم لو مول الكبير تاع 18 سنتيمتر ولا 20 سنتيمتر، تقدروا ديروهم كنافه ولا قطايف فرديه بهذا الشكل. من بعد ندير كميه من الحشو ديالي في الوسط، ونكمل من الفوق بالقطايف. نضغط بيان، هنا تضغطوا مليح وتكون باش تجيكم الحبه ديالكم شابه، والحبه تاع القطايف راح تجيكم هايله. فوالا ضغطوا بيان بهذا الشكل، وحاولوا نحو كامل هذوك الزوائد تاع القطايف اللي لصقوا لكم في المول. تعاودوا بنفس الطريقه ديروا كميه من القطايف وتضغطوا مليح. وبالنسبه للحشو كيف انا درت كاوكاو محمص، تحبوا ديروا شوكولا تزيدوها في الوسط، لكم الاختيار على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب افراد العائله ديالكم. هنا ضغطوا بيان. من بعد نزيد كميه من الكاوكاو ونغطيها بالقطايف من الفوق. انا هاد الكميه اللي بقات لي من القطايف كنت عمرت بها 3 فرديه، وحده ما عمرتهاش مليح. من بعد نوري لكم، كنت عمرت 3 معمرين بيان، وحده ما عمرتهاش مليح. فوالا قلتلكم تضغطوا بيان ونظفوا كامل لو مول ديالكم. وهذه هي الكميه اللي تحصلت عليها، قلت لكم 3 عمرتهم بيان وهذه ما عمرتهاش مليح صغيره. من بعد كون ذوبت كميه من السمن ونبدا نزيد فيها من الفوق، ندير كميه قليله برك نرشهم باش يتحمروا لي ويجونا بنان القطايف ديالنا. رشه خفيفه كما راكم تشوفوا، حوالي مغرفه كبيره. فوالا وفي هذه الاثناء كنت شعلت الفرن ديالي يسخن على 170 درجه. من بعد نمسح كامل هذوك القطرات تاع السمن اللي ساحوا لي فوق سنيهم، وندخل القطايف ديالي يطيبوا في فرن يكون مسخن من قبل على 170 درجه. نطيبهم من التحت كي نشوفهم يبداو يتحمروا في الجوانب، نشعلهم من الفوق حتى ياخذوا اللون الذهبي. هنا بعد ما طابوا لي القطايف ديالي وخداو اللون الذهبي كما راكم تشوفوا، ناخذ العسل. العسل ما زدتلو حتى حاجه، شريته واجد، ما تزيدوا لا مزهر لا والو، لانه كنت تزيدوا له المزهر القطايف تاعكم راح يطراو. بالنسبه للقطايف ميني قطايف صغار درت لهم غرفه كبيره تاع العسل كما راكم تشوفوا، مغرفه كبيره راح تكون كافيه. فوالا قلتلكم العسل عفوا ما تزيدوا له حتى حاجه، ما تسخنوش ثاني، واذا كان ثقيل تقدروا تدفيوه شويه برك ما يطلق روحه. انا قلت لكم استعملتوه مباشره. من بعد نزيد نكمل نعسل الخبزه الكبيره. فوالا من بعد راح تتعسل حتى للداخل، راح يهبط كامل هذاك العسل. تخلوا القطايف ديالكم حتى يتشربوا شويه العسل ويولوا دافيين، وهما دافيين تقلبوهم راح يديمولاو فاسيلمون، ما تخلوهمش حتى يبردوا كامل، لانه لو كان راح يبردوا لكم القطايف لو مول راح يهب لكم شويه باش تنحوهم. تما خلوهم يتشربوا شويه وهما دافيين، قلبوهم راح يتنحوا لكم فاسيلمون. انا ما صورت لكمش كي نحيتهم لو مول، ليسونسيال ما راحش يلصقوا لكم. وتزينوهم كيما حبيتوا. انا زينتهم شويه كاوكاو محمص، شويه لوز، والصغيرين درت لهم شوكولاته تختيني في الوسط. راح يجوا ما شاء الله بنان مقرمشين، وباذن الله راح يعجبكم. ما تنسوش تبارطاجيو هذا لا فيديو مع احبابكم واصدقائكم لتعم الفائده. قسمت لكم حبه باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل معسله ومقرمشه، الله يبارك. اذا عندكم اي تساؤل ولا استفسار اكتبوا لي في لي كومونتير، راح نجاوب عليكم كامل باذن الله. وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم تهلاو في روحكم، صحه فطوركم ولا صحه سحوركم وقت ما شفتوا لا فيديو. ربي يحفظكم، ونتلاقاو في وصفات وفيديوهات اخرى باذن الله. سلام.